النهاردة هنتكلم عن حدث أغلب الكفار زمان كانوا بيفضلوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو موعد يوم القيامة. كانوا زمان يفضلوا يسألوا الرسول، يعني لو كنت صادق قول لنا موعد يوم القيامة امتى هتقوم الساعة اللي انت بتتكلم عنها. يسألون أيان يوم القيامة. كانوا دايما يفضلوا يتساءلوا كتير عن يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى أنزل بعض أهوال يوم القيامة في سورة الزلزلة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني الأرض بتتحرك حركة شديدة جدا. وأخرجت الأرض أثقالها، يعني الأرض طبعا انتوا عارفين إنها مثقلة بإن هي فيها حاجات كتيرة جدا جدا، كلها حاجات أغلبها مدفون، زي مثلا الكنوز. الحاجات دي بتبقى أغلبها في باطن الأرض. ساعتها من كتر الحركة بتاعت اللي هي زلزلة الأرض، تحريك الأرض، من كتر حركة الأرض هتخرج أثقالها. حتى الموتى كمان هيخرجوا من قبورهم بعد النفخ في الصور. وقال الإنسان ما لها، ساعتها الإنسان هيفضل واقف كده متحير، عمال يسأل ليه الأرض بتعمل كده أو ليه بتتحرك الحركة السريعة دي. يومئذ تحدث أخبارها. خلي بالك بقى من الآية دي كويس جدا، لأن الآية دي بتقول إن الأرض هتخبر بكل شيء اتعمل فيها، هتشهد على كل شيء اتحصل فيها سواء خير أو شر. دي بقى الأرض هتشهد عليك يوم القيامة بأن ربك أوحى لها. ربنا سبحانه وتعالى أوحى، يعني أمر الأرض إن هي تشهد عليك يوم القيامة باللي انت عملته فيها خير أو شر. انت بتفضل تستخبى من الناس عشان ما تشوفكش وانت بتعمل شيء وحش، بس الأرض شايفاك وشاهدة عليك. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، بقى الناس كلها تيجي كده أشتاتا، يعني فرق كده عشان يشوفوا أعمالهم، يروا أعمالهم. بقى ساعتها الأعمال كلها هتتعرض عليك من صغيرة للكبيرة، يعني من أقل حاجة لأكبر حاجة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني مثقال ذرة يعني حاجة قد وزن النملة كده. تخيل، هاتي نملة كده ووزنيها قد وزنها كده، مثقال ذرة. تخيلي ان دي مكتوبة عند ربنا سبحانه وتعالى سواء بالخير او بالشر. فاوعى ابدا انك تستصغر شيء او تقول مثلا دي حاجة صغيرة مش هتتحسب، هتعدي. لا، يعني اغلب اهل النار بيكونوا من مستصغر الشرور. سيبك بقى من الناس اللي بتعمل الكبائر، لا، هو مش الحساب ليهم بس ومش النار ليهم بس، لا، لما نفضل نعمل حاجة صغيرة على حاجة صغيرة على حاجة صغيرة، كل دول وحش يعملوا لي حاجة كبيرة قوي وحشة. فاحنا عايزين نتجنب ده وعايزين نبطل ده. يعني وانا بنصح نفسي والله قبليكوا، يعني انا بفسر لكم يعني سورة في القرآن، بس انا نفسي بنصح نفسي قبل ما بنصحكم. واوعى تستصغر حاجة خير انت بتعملها ابدا. يعني الابتسامة دي صدقة، انت بتاخد عليها ثواب. لو انت ماشي في الطريق وشفت حاجة وشلتها من الطريق، دي فعلا ده مش كلام كتب، مش كلام انشا، لا، دي حاجة فعلا بتكتب لك حسنة، بتكتب لك خير. لو عملت اي حاجة، لو قلتي لواحدة صاحبتك مثلا شكلك حلو النهاردة، وهي حست شعور حلو او نفسيتها ارتاحت كده واتبسطت، هتاخدي حسنات. لو انت شجعت صاحبك على المذاكرة وبطلته، يعني بعد الدرس كده ناخد الفلوس ونهرب بيها الحاجات دي كلها دي كتب لكم حسنات. حتى التعليم اللي انتوا بتتعلموه لو خالص لوجه ربنا سبحانه وتعالى هتاخدوا عليه حسنات. حاجات صغيرة جدا لو مشيناها بالحسنة والسيئة، صدقوني هنعمل خير كتير قوي وهنعمل حسنات كتيرة قوي. وبس كده، واتمنى ان كنتوا تكونوا بجد استفدتوا من سورة الزلزلة. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.